عمرك شفت شاورما بانيه من غير نقطه زيت تطلع احلى من الجاهزه كمان؟ ده احلى كريب ممكن تدوقه في حياتك. تعالى اقول لك تعمله ازاي. هات بوله وانزل فيها بكيلو بانيه وطماطميه مبشوره وبصلايه صغيره مبشوره وشويه زيت زيتون وزبادي ودبس رمان والتوابل هكتبها لك في اول كومنت، واخلط كل ده مع بعضه وهتاخد احلى تتبيله شاورما بانيه ممكن تاكلها في حياتك. بعد ما خلطناهم كويس ناخدهم بقى على التلاجة ساعتين 3 كده. نجيب بطاطسايه كبيره ونقطعها شرايح وبعدين نقطعها صوابع صغيره. اهم حاجه ان تكون الصوابع متساويه ما شاء الله عشان في التسويه تبقى ممتازه. نجيب طماطم وبصل ونقطعهم برده شرايح صغيره ونحطهم بقى في صينيه ما شاء الله علشان يطلعوا مستويين 100% وبدون ولا نقطه زيت. هات بقى صينيه وسط وانزل فيها بالبطاطس والطماطم والبصل ما شاء الله. البطاطس شكلها تحفه ولا اللي يكون جايبها جاهزه. هنوسع مكان للبانيه، نجيب بصلايه كبيره ونقسمها 2، نجيب خلتين ونحطهم في نص البطاطسايه ونحطهم في الصينيه وننزل عليهم بقى بكميه البانيه اللي احنا متبلينه ما شاء الله. لونه تحفه، تتبيله ولا اروع. نحط نص البصلايه التانيه من فوق وننزل بباقي التتبيله كده ما شاء الله جاهزه على الفرن. يلا بينا ما شاء الله. ندخلها على فرن مسخن مسبقا على نار هاديه ونسيبها تستوي براحتها. نجيب فحمايه ونحط عليها شويه زيت وتسيبها تدخن بقى وتاخد احلى شاورما مدخنه ما شاء الله. شايفين اللون والحلاوه؟ طب من جوه ما شاء الله تحفه، مستويه بمزاج، معموله بحب. من بره واخده لون ذهبي ومن جوه بيضه جدا ما شاء الله. ده يبقى دوب ما شاء الله. بألف هنا لو جربتوها مره هتعملوها كل مره. نجيب بقى عيش التورتيلا اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، ننزل عليه بقى بالبانيه والبطاطس والبصل وبكل المكونات اللي احنا حاطينها في الصينيه، ورشه جبنه موتزاريلا بقى وشويه كاتشب، والكريب ياخد حته تانية خالص ما شاء الله. كريب ولا اجدعها محل ومن غير ولا نقطة زيت ما شاء الله ما شاء الله. نقفل بقى قفلة الكريب التمام ما شاء الله، يطلع معاك كريباية محترمة جدا ولا أجدعها محل ما شاء الله. الكمية محترمة والطريقة سهلة وبسيطة، أي حد يقدر يعملها في البيت، وهتاكل حاجة أنت اللي عاملها بإيدك وطعمها تحفة. يلا بينا بقى ننزل بيهم على الجريل نديهم التشويحة التمام ويطلع معاك بالشكل التحفة ده. اهم حاجه ما تسويهمش على الجريل كتير علشان ما ينشفش معاك او يتحرق. وبألف هنا وشفا على قلوبكم ما شاء الله. شكله يفتح النفس تحفه. بألف هنا وشفا على قلوبكم ما شاء الله. رشه كاتشب اخيره بقى من فوق كده وسمي بسم الله، وبألف هنا وشفا هتاكل طعم تحفه 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 ما شاء الله ما شاء الله. مش عايز اقول لك، انت هتجرب بنفسك وهتحكم ما شاء الله. ولا كلمه، طعم ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. لو عجبتك الطريقه وحبيتها وحبيت الاكل الهيلسي اكتب لي في كومنت هيلسي، وما تنساش تعمل لايك وشير وتدعمنا في الفيديوهات الجايه ما شاء الله. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي.